أهلا بكم مستمعينا الكرام في غوصة عميقة جديدة. اليوم حنتصدى لسؤال وجودي، يعني سؤال أزلي بيؤرقنا كلنا. ليه في ألم ومعاناة في عالم المفروض أن خالقه كل الخير والقدرة؟ سؤال صعب فعلا وملح. مصادرنا اليوم متنوعة، تجمع بين الفلسفة اللاهوتية والنظرة الإسلامية لفقه الابتلاء، وكمان اللي بيكشفوا علم النفس الحديث عن النمو بعد الصدمات. تمام. مهمتنا أو هدفنا من الغوصة دي هي إننا نستخلص أهم الأفكار حول كيف ممكن الألم ده يكون له معنى، يعني يكون جزء مفهوم من تجربتنا الإنسانية حتى لو كان يبدو عبثي أحيانا. صحيح. وكنقطة بداية سريعة أعتقد لازم نقر بالبديهي الأول. الألم في أساسه هو نظام إنذار بيولوجي، يعني هو ضروري لبقائنا. بالضبط، دي نقطة حيوية جدا. لولا الإحساس بالألم الجسدي ما كنا نقدر نتجنب الخطر، لكن الألم اللي بنتساءل عن حكمته عادة بيتجاوز مجرد الوظيفة دي، يعني الألم النفسي الوجودي. تماما. وهنا مفيد عشان نفكك المعضلة دي إننا نميز بين نوعين أو مصدرين للمعاناة. في اللي بنسميه الشر الأخلاقي، اللي هو نتيجة أفعالنا واختياراتنا كبشر، صح؟ زي الظلم، الخيانة، الأشياء دي. بالضبط. وفيه النوع التاني اللي هو الشر الطبيعي، زي الأمراض، الكوارث الطبيعية، الزلازل، الفيضانات، أشياء تبدو خارجة عن سيطرتنا المباشرة. والتمييز ده بيساعدنا نفهم المحاولات المختلفة للتفسير، صح؟ أكيد، بيخلينا نتعامل مع كل نوع بشكل مختلف شوية. طيب خلينا ندخل في المحاولات الفلسفية واللاهوتية اللي هي الثيوديسيا. بالنسبة للشر الأخلاقي، أشهر طرح هو دفاع الإرادة الحرة. ممكن توضح لنا الفكرة دي ببساطة؟ بكل سرور. الفكرة يعني ببساطة شديدة إن حرية الاختيار دي قيمة عظيمة جدا. عشان تكون الحرية دي حقيقية لازم بالضرورة تشمل إمكانية اختيار الخطأ أو الشر. يعني ما ينفعش ربنا يدينا حرية وفي نفس الوقت يضمن إننا مش هنستخدمها بشكل سيء. هو ده. منطقيا الحرية الحقيقية تستلزم إمكانية إساءة استخدامها، فكأن الشر الأخلاقي هو يعني ضريبة الحرية اللي منحها الله للإنسان. طبيعي. الأمراض والكوارث دي هنا التحدي أكبر شوية، صح؟ صحيح، هنا التحدي مختلف. وهنا بتظهر فكرة تانية مثيرة للاهتمام، بيسموها ثيوديسيا بناء الروح أو soul making theodicy. بناء الروح يعني إيه؟ الفكرة هنا إن العالم ده مش جنة مثالية أفسدت، لا، هو أقرب لورشة أو مدرسة لصقل الشخصية الإنسانية وتطويرها. ورشة؟ يعني الصعوبات والمصايب دي أدوات في الورشة دي؟ نوعا ما. النظرة دي بتقول إن الظروف الصعبة، الألم، المعاناة هي اللي بتسمح لنا ننمي فضائل مهمة زي الصبر، الشجاعة، التعاطف، المثابرة. يعني الفضائل دي ما كانت لتتطور في بيئة سهلة ومريحة تماما؟ بالضبط. في عالم مثالي بدون أي تحديات كيف ممكن نتعلم الصبر أو الشجاعة؟ فالألم هنا يصبح حسب وجهة النظر دي أداة ضرورية للنضج الأخلاقي والروحي. فكرة عميقة. بس بصراحة بيفضل في سؤال، ماذا عن الآلام اللي تبدو بلا معنى؟ معاناة طفل صغير مثلا، أو كارثة تدمر حياة ناس أبرياء بدون ما نشوف أي بناء روح واضح في حياتهم الدنيا. كيف تتعامل الأطر دي مع الحالات دي؟ سؤال مهم جدا. وهنا بتدخل فكرة ثالثة غالبا بتكون مكملة للأفكار السابقة، وهي فكرة التعويض الأخروي. التعويض في الآخرة يعني؟ أيوة، الفكرة دي موجودة في أديان كتير، وهي بتفترض وجود عدالة إلهية شاملة بتتجاوز الحياة الدنيا. يعني أي معاناة لم تجد تفسير أو جزاء عادل في الدنيا سيتم تعويضها بشكل كامل في الحياة الآخرة. تمام. فالخلاصة اللي بتشير ليها المصادر الفلسفية دي هي إنه غالباً مفيش تفسير واحد كافي لوحده. بنحتاج لمقاربة تجمع بين الأفكار دي كلها، الإرادة الحرة، بناء الروح، والتعويض الأخروي. وده بينقلنا بشكل طبيعي للمنظور الإسلامي. هنا النظرة للألم والمعاناة مختلفة شوية، صح؟ مش مجرد مشكلة فلسفية بتحتاج حل. بالضبط. في المنظور الإسلامي الألم والمعاناة جزء طبيعي وأساسي من الحياة الدنيا، وبيتعرف عليه بمصطلح الابتلاء.
الابتلاء يعني الاختبار. تماما، هو اختبار وتمحيص للإيمان ولصدق الإنسان في علاقته بالله. المصادر الإسلامية بتقول إن للابتلاء أهداف متعددة. زي إيه مثلا؟ ممكن يكون لتكفير الذنوب وتطهير المؤمن، ممكن يكون لرفع درجته في الآخرة، يعني يوصل لمنزله ما كان يوصلها بعمله بس، وممكن يكون لكشف حقيقة الإيمان، يعني التمييز بين المؤمن الصادق والمؤمن بالاسم فقط. يعني الإطار ده بيعطي للمعاناة معنى وهدف ضمن علاقة الإنسان بربه. أكيد، والإسلام بيقدم كمان آليات عملية للتعامل مع الابتلاء ده: اللجوء لله بالدعاء، الصلاة، الصبر، الصدقة، قراءة القرآن وتدبره، كلها وسائل بتساعد المؤمن على تجاوز المحنة. والشيء اللافت فعلا واللي مصادرنا بتأكد عليه هو كيف إن علم النفس الحديث بدأ يوصل لرؤى يعني تتناغم بشكل غريب مع بعض الأفكار الدينية والفلسفية القديمة دي. بنتكلم هنا عن مفهوم النمو ما بعد الصدمة Post Traumatic Growth أو PTG. نعم، ده مجال بحثي مذهل فعلا. علماء النفس اكتشفوا ان الصدمات النفسية الشديدة، ورغم انها بتسبب ألم ومعاناة حقيقيين، ممكن في المقابل تكون محفز لتغييرات إيجابية عميقة ودائمة في حياة الشخص، تغييرات تتجاوز مجرد التعافي او العودة للحالة اللي كان عليها قبل الصدمة. نمو حقيقي يعني مش مجرد رجوع للوضع السابق. بالضبط، نمو، والنمو ده بيظهر عادة في 5 مجالات رئيسية. أولاً، اكتشاف قوة داخلية وإمكانيات شخصية ما كان الشخص يعرفها بنفسه. ثانياً، تحسن في العلاقات مع الآخرين وزيادة الإحساس بالارتباط والتعاطف. ثالثاً، تقدير أعمق للحياة، يعني إدراك قيمتها بشكل أكبر، وغالباً تغيير في أولويات الحياة. جميل. رابعاً، تغيرات روحية أو وجودية مهمة، يعني فهم أعمق للحياة ومعناها. وخامساً، أحياناً اكتشاف مسارات وإمكانيات جديدة تماماً في الحياة. سبحان الله، يعني ده كأنه تأكيد علمي لفكرة بناء الروح اللي كنا بنتكلم عنها من الناحية الفلسفية. بالضبط، في تقاطع مدهش، كأن التجربة الإنسانية حتى في أقصى صورها بتحمل بداخلها بذور التحول الإيجابي ده. الصدمة بتهز قناعاتنا الأساسية عن العالم وعن نفسنا، وده بيجبرنا على إعادة التفكير والبناء. تماماً، بنضطر نبحث عن معنى جديد، عن فهم جديد، والعملية دي عملية البحث عن المعنى وإعادة البناء المعرفي والوجودي هي اللي ممكن تؤدي للنمو ده. فالألم الشديد هنا من منظور النفسي هو المحرك اللي بيدفع للمعالجة العميقة دي. لكن هل ده معناه إن كل ألم أو كل صدمة لازم تؤدي للنمو، أو إننا نقدر نفسر كل المعاناة بالشكل ده؟ لا طبعا لا، وهنا بنرجع لنقطة مهمة جدا بتطرحها المصادر برضو، وهي محدودية فهمنا كبشر. حدود العقل يعني. أيوة، ممكن تفضل بعض جوانب الألم، خصوصا المعاناة القاسية اللي تبدو عبثية تماما، ممكن تفضل سر يتجاوز قدرتنا على الفهم الكامل والتفسير المنطقي. زي ما أشار الإمام الغزالي لفكرة الذوق، إن اليقين بحكمة بعض الأمور الغيبية زي حكمة المعاناة ممكن ما يجيش بالعقل المجرد بس، لكن يحتاج لتجربة روحية ومعاناة شخصية، ذوق يعني. ممتاز. فإذا خلاصة الغوصة دي تبدو مركبة ومعقدة. حكمة الألم، لو حبينا نسميها حكمة، هي متعددة الأوجه. ممكن نلخصها؟ أكيد. أولا، هي آلية حماية بيولوجية ضرورية للبقاء. ثانيا، قد تكون هي الثمن اللي بندفعه مقابل قيمة عظمى زي حرية الاختيار. تمام. ثالثا، هي محفز محتمل للنضج الأخلاقي والنفسي، زي ما شفنا في فكرة بناء الروح الفلسفية ومفهوم النمو ما بعد الصدمة النفسي. رابعا، ضمن الإطار الديني، هي وسيلة لتحقيق حكمة إلهية أوسع من خلال مفهوم الابتلاء كاختبار، وفكرة التعويض الأخروي كضمان للعدالة الشاملة. إذن هي نظرة متكاملة تجمع بين البيولوجي والفلسفي والنفسي والديني. بالضبط. وفي الختام، يمكن نترك للمستمعين فكرة يتأملوا فيها: هل ممكن يكون هذا السخط والغضب الطبيعي اللي بنحس بيه كلنا تجاه الظلم والمعاناة، خصوصا اللي تبدو بلا معنى، هل ممكن يكون إحساسنا ده بحد ذاته دليل على إيه؟ دليل على وجود بوصلة أخلاقية فطرية جوانا، بوصلة بتتوق للعدل والمعنى، وبتفترض بشكل ضمني إن في نظام قيمي ومعنوي أعمق في الكون ده.
نظام يتجاوز مجرد المادية والعشوائية؟ يعني مجرد سؤال للتفكير. سؤال يستحق التأمل فعلا.